السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. نبدأ الفيديو بتاعنا بأخبار الأهلي كولر يا جماعة ادى اللعيبة راحة سلبية لحد يوم الثلاث. كلكم عارفين اللعيبة كانت في المنتخب وجات من المنتخب على تنزانيا، لعبوا الماتش بتاع سيمبا وربنا وفقهم وكسبوا ورجعوا، فاداهم راحة سلبية لحد يوم الثلاث وبعدين هيبدأوا التدريب بإذن الله. بالنسبة لأسامة أبو علي هيخضع لتقرير طبي بحيث ان هو يتأكد اكيد ان هو هيلعب ماتش سيمبا اللي جاي، ونتمنى ان شاء الله انه يلعب ماتش سيمبا لان أسامة أبو علي مهاجم سوبر وان شاء الله هيبقى ليه مستقبل عظيم في الاهلي. دي بالنسبة لأخبار الأهلي، وإن شاء الله هيبدأ تدريبه يوم الثلاث عشان هيقابل سيمبا التنزاني يوم الجمعة بإذن الله. مطوشته امبارح كلها أو المجموعة كلها الحمد لله محدش كسب فيها إلا الأهلي الوحيد اللي عمل ال3 نقط. مازيمبي وبيتلو أتلتيكو اتعادلوا 0-0 على أرض مازيمبي، يعني كده ممكن تبقى الغلبة لبيترو أتلتيكو على أرضها. نروح لصن داونز ويانج أفريكانز. صن داونز اتعادل 0-0 مع يانج أفريكانز على ملعب يانج أفريكانز، فهنقدر نقول برضو كده ممكن تبقى الغلبة لصن داونز في جنوب أفريقيا. تمام. الترجي لعب هو وأسك ميموزا، لعبوا في تونس وتعادلوا 0-0، كل المباريات 0-0 باستثناء الاهلي، فنقدر نقول هنا الغلبة لأسك لانها كانت بتلعب في الملعب الترجي في تونس. تمام. دي كلها توقعات، لكن ال90 دقيقة التانية هي الحاسمة لكل فريق. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله تبقى البطولة ال12 بإذن الله. نروح بقى للأخبار اللي دايرة على الميديا كلها. الكابتن أحمد شوبير طلع بخبر يا جماعة في لاعب دولي كبير بما معناه ان اختبار المنشطات بتاعه طلع إيجابي. هو كله عمال يجمل، والكابتن شوبير قال لك أنا مش هقول على اسمه ومش هعمل، وفي وسط الكلام وهو بيتكلم على امام عاشور قال اسم رمضان صبحي بالغلط، بما معناه اللي كان شاغل دماغه في الموضوع وهو اللاعب اللي مش عايز يقول عليه هو رمضان صبحي. والميديا كلها اتفجرت ان رمضان صبحي العينة بتاعته فيها مشاكل. الكابتن احمد حسن طلع على البرنامج بتاعك قال لك ان العينة بتاعت رمضان صبحي فسدت ومطلوب ان يعمل عينة تانية. كل المواضيع دي يا جماعة تجميل للموضوع ومحدش عايز يروح للحقيقة. الحقيقة يا جماعة ان اتحاد الكورة استقبل جواب رسمي ان عينة رمضان صبحي ايجابية على طول كده، عشان بس الناس ما تقعدش دي تاخدنا في حتة وتودينا في حتة وتجيبنا من حتة لحتة. تمام. عينة رمضان صبحي ايجابية، وفي الايام الجاية هتلاقي العقوبة اللي توقعت على رمضان صبحي اللي شاغل الناس وعمالين يتكلموا في الميديا وكله عمال يتكلم دلوقتي. الاهلي شمتان، جماهير الاهلي شمتانة. يا جماعة لا شمتان ولا مش شمتان، رمضان صبحي ساب الاهلي من فترة والله يسهل له، هو شاف طريقه وشق طريقه بايده. تمام. الاهلي بقى يشمت ما يشمتش، جماهير الاهلي تشمت ما شتمتش، مش هيفيد من الموضوع شيء، مش هيغير شيء. دلوقتي رمضان صبحي عينته طلعت ايجابية، وعلى فكرة مش معنى ان انا بقول كده ان رمضان صبحي ممكن يكون بيتعاطى منشطات، لا، ممكن يكون حاجة خدها في دواء، كان عنده دور برد خد دواء بدون علم الدكتور وهو فيه منشطات. مش شرط ان الراجل يكون بيتعاطى منشطات عشان بس ما نقولش كلام ونتحامل على اللاعب واحنا مش عارفين حاجة. اللي عرفناه دلوقتي ان العينة طلعت ايجابية. ايه السبب؟ الله اعلم. هل هو بيتعاطى فعلا منشطات؟
هل هو خد دواء بدون علم الطبيب من غير ما يعرف فيه منشطات؟ هو ده الكلام اللي هيبان في الايام الجايه. لكن الناس تطلع بقى تقول لك ده العينه باظت، ده مطلوب عينه تانية. مفيش الكلام ده. اتحاد الكره جاله جواب رسمي ان العينه ايجابيه. ده بما يخص رمضان صبحي. تمام. نروح بقى لأبلة عفت واحمد جمال اللي هم مش عايزين يمشوا ضمير مهني في شغلتهم وهي الاعلام. اللي هو احمد جمال كل ضيوفه بيجيبها ناس تهاجم الاهلي، ومنهم أبلة عفت دي. تمام. عفت نصار طالع يقول لك كولر مدرب عظيم، كولر عمل انجازاته بالارقام، اما الاهلي عنده فلوس اكتر من الناس كلها، عنده اتحاد ما يقدرش يكسر له كلمة، عنده لجنة مسابقات تفصيل بتفصل له المباريات، عنده لجنة تحكيم. اللي عفت نصار ما خدش باله منه اللي هو قال على كل الحاجات اللي عند الزمالك مش اللي عند الاهلي. نسمع عفت نصار مع احمد جمال ونرجع لبعض تاني. ليه تملي بنقلل من قيمه ذكاء الراجل؟ الراجل طور كره النادي الاهلي وعمل حاله في الكره المصريه. كولر طبعا بادائه دي وجهه نظر. الله، هو الراجل اللي واخد البطولات دي بالارقام، احنا الوحيد اللي هنقول الاهلي كده. عم حارس واخد بطولات يا عم انا لما يبقى عم حارس اللي بيلعب، انا لما يبقى بص انا لما ابقى معايا بسم الله ما شاء الله، معايا فلوس كويسه، اكتر نادي باضعاف كل الانديه اللي في مصر، معايا تحكيم، معايا ترزي الكره المصريه تفصيل المباريات، معايا اتحاد كوره ما يقدرش ياخد قرار زي ما طلع اينو هنا وقال ان الاهلي اقوى من اتحاد الكوره واقوى من لجنه الحكام واقوى من اي حد في مصر. لما يبقى عندي اعلام موالي بشكل كبير جدا بيدي حقك ومش حقك. انا لسه بكلمك امبارح على كهربا بقى يطلع اكتر من الشيخ متولي الشعراوي في رمضان وطالع مع احد الاعلاميين. المفروض ان الزمالك والاهلي عندهم مهمه قوميه، المفروض ان انا اتكلم كويس عن الزمالك واتكلم كويس عن الاهلي، لان في مهمه قوميه. اما اطلع واحد دفع الغرامه كلها يقول له لا اصل انا ما دفعتش الغرامه كلها والغرامه هتتقسط، اصل انا شتمت جماهير الزمالك، اصل والاعلامي المفروض الاعلامي في قناه بتاعت الدوله اعلامي كبير المفروض ان يقول له لا ستوب ازاي وده الزمالك احنا لازم نقف وبتاع والكلام. لا، هيجي الجماهير مش ذباب في ثانيه يا جماعه. في يوم من الايام كابتن محسن صالح المدير الفني لمنتخب مصر استبعد حسام ابراهيم من المنتخب. راحوا ضربوه في البيت بتاعه، راحوا ضربوه في البيت. لا لا مش لا يا كابتن، والله الكلام ده حصل وما حصلش يا كابتن عمرو. هو مش استبعاد، حصل مش استبعاد. بتكلم في استبعد لما رجعوا مصر استبعدوا من المنتخب. حصل ايقاف. ايوه بس مش هروح يعني اعمل حاجه زي كده يعني. والله ده اللي حصل بجد، وكان معاهم محمود ابو الدهب كمان. يا كابتن عفت انت مش مصدق ليه؟ ما يتقالش، لا ما يتقالش الكلام ده ولا ينفع. انا بقول لك الكلام ده حقيقي ولا هم بجد بيتعاملوا بالطريقه دي يعني. والله الكلام ده الطبع بيغلب التطبع، هو ده اللي موجود. انت ليه عايز علاقه الطبع في هو طبعهم. هم عاشوا طول عمرهم بالشكل دوت، فعمرهم ما يغيروا ودايما مشاكلهم يعني غير ايه يعني. مثلا لعيب اعترض عليا راح اضربه ولا اضربه في بيته زي ما انت بتقول؟ هو ده اللي حصل والله. وانا بقول حاجه ما حصلتش. حضرتك معلش ما تزعلش، وانا بقول لك حاجه ما حصلتش. هو مش اكتر حد منتقد، ثواني بس، مش اكتر حد انت منتقد لحسام ابراهيم من ساعه ما مسكه من قبل ما يمسكه. انا منتقد لان ما ينفعش. شفت اي تعدي منهم على حضرتك في اي وقت؟ تعدي على مين؟ لحضرتك. ليه انا؟ ما انت بتنتقد اهو زعلان عشان خاطر الكابتن. ايوه في الاعلام احنا بنكبر ناس ونيجي على ناس. يعني انا مثلا اول مره اشوف لعيب يبقى احسن لعيب في تاريخ مصر في شهرين في تاريخ مصر. امام عاشور لعيب هايل، انما في شهرين بقى نجم نجوم مصر مدى التاريخ. عشان الاعلام المسؤول هو وليه ما تقولش احنا بنتشعلق في حاجه كويسه موجوده عندنا؟ شعلق ايه؟ وليه ما تقولش ان هو في الوقت ده اعلى الفايقين؟ شفتوا يا جماعه اللي قالوا عفت نصار؟ بيقول لك الاهلي عنده فلوس اكتر من الناس كلها. اشتغل يا باشا وانت هيبقى عندك فلوس زيه. الاهلي فريق مؤسسه بتشتغل. الاهلي ما بيروحش يغصب الناس عشان تيجي ترعى النادي، لا ده منتج معروض والناس هي اللي بتيجي. احنا عايزين نحط الاعلام بتاعنا على الفالنه دي. ليه؟ عشان الفالنه دي هي الانجح في مصر. المؤسسه دي هي اللي بتشتغل وهي الانجح في مصر. تمام؟
فكون ان انت ما عندكش رعايه دي خيبه منك، مش مشكلتنا. اما اتحاد الكره اللي انت بتتكلم عليه اللي ما بيكسرش كلمه الاهلي، ده اتحاد كره فاسد زملكاوي من اول فوق لتحت، وقلنا الكلام ده 100 مره. اما لجنه المسابقات اللي انت بتقول لجنه تفصيل، هي اللي اجلت ماتش بلديه المحله، وهي ما تستحقش التاجيل. انتوا قاعدين 8 ايام ورجعت اجلت لكم ماتش. اوكي. اما الحكام، وديكوا شفتوا اخر ماتش الاهلي في الدوري المصري احتواء لصالح الزمالك، وفي افريقيا اديكوا شايفين عمالين يكسروا في الاهلي زي اللي بيقولوا له هو مفيش غيرك بقى هتقعد كل سنه تاخد البطوله، وجايبين لنا حكم جنوب افريقي في عز ما كل الدنيا قايله او متوقعه ان النهائي هيبقى بين صن داونز والاهلي، جايبين لنا حكم جنوب افريقي عشان يقصي الاهلي من بدري. بس الاهلي ما سكتش، والاهلي خد نسخه من شريط الفيديو ورايح يشتكي الحكم عشان نخلص من قصه الحكام دي. احنا مش كل ماتش ده ما وراهمش غيرنا. ادي يا جماعه عفت نصار، وادي احمد جمال، وادي اسلام صادق، وادي رضا عبعال، وادي محمد فاروق، وادي مجدي عبغني. كل الاعلام ده شغال السكريبت بتاعه الاهلي. واقول لكم حقيقه، ده حقهم. حقهم ليه؟ لان الناس بتراهن على الحصان الكسبان. بس في حاجه واحده ما بيعملوهاش صح، ان هو يطلع يتكلم على الاهلي بايجابيه. انت ممكن تطلع وتعمل ترند وكل حاجه، بس ادي كل واحد حقه. لكن لا، ده طالع دايما الناس دي شغلتها انها تقلل من بطولات الاهلي، تقلل من انجازات الاهلي. الاهلي يعمل انجاز هم عايزين يخلوه. طب ما الاهلي فاز فوز تاريخي على سيمبا، مفيش فريق مصري ومنهم الاهلي فاز على سيمبا في تنزانيا الا الاهلي عملها، مع انه ناقص لعيبه كتيره جدا. هات لي اعلامي طلع قال الكلام ده. لا، ده طالعين يشككوا ببطولات الاهلي، والاهلي لجنه المسابقات تفصيل، والاهلي الحكام بتساعده بتحتويه. فاهمين يا جماعه؟ ادي عفت نصار، وادي اعلام الفساد المصري، اعلام بالكامل. وهقول لكم على حاجه، من امن العقاب اساء الادب. هي الناس دي كلها بتعمل كل اللي هم بيعملوه ده عشان عارفين ان محدش هيرجع يحاسبهم، لان اللي بيتعمل ده على هوا المسؤولين. المسؤولين مبسوطين ومنشكحين من الكلام ده. اخر حاجه بقى، وكان في لقاء بين عمرو اديب والفنان محمد حمائي، كان مستضيفه، فبيتكلموا الاهلي الزمالك. طبعا كلكم عارفين عمرو اديب عياله كلهم اهلاويه. حمائي والدته ربنا يديها الصحه زملكاويه صرف يعني. فيوم ما بيراميدز اتغلب من الزمالك 3، لما الزمالك غلب بيراميدز، والدته حفلت عليه وقالت له اللي خايف يروح. رجع زمن الفن والهندسه والقفشات اللي هم بيعملوها دي. فعمرو اديب بيقول له انا كنت عايز عيالي يطلعوا زملكاويه. فمحمد حماية قال له احلف. قال له لا، انا كنت عايزهم يطلعوا زملكاويه. قال له احلف. قال له لا، انا كنت عايزهم يطلعوا زملكاويه عشان يذوقوا العذاب والمرار اللي انا ضايقه. فكلها كانت حاجات عمرو اديب عايز يقول له ان انتوا كسبتوا بالحظ. ايه الحظ الجامد ده؟ محمد حماية رد عليه بكلمتين، قال له يا عمرو هي دي مشكلة كل زملكاوي، الاعلام الزملكاوي. قال له ايه هي؟ قال له اللي انت قلته ده، ان كل حاجة بتحصل انتوا بتخلقوا لها مبرر وشماعة تعلقوها عليها، وهو ده اعلام الزمالك والزملكاوية وجمهور الزمالك، ان كل حاجة تحصل ما بيدوروش هم غلطوا في ايه، هم اتغلبوا ليه. لا، دايما يطلع مبرر هو اتغلب ليه واتظلم في ايه وعشان ايه. تمام؟ الاهلي غلب سيمبا بس مش عايز يسيب حقه في التحكيم. ليه؟ لانه شايف انه اتظلم، مع انه كسب كان ممكن يسكت. لكن عندك الزمالك لما بيتغلب او يحصل عنده اخفاقات ما بيدورش ايه السبب، لا هو يدور على مبرر او شماعة يعلق اخطائه
عليها. هو ده اعلام الزمالك، وللاسف اغلبيه جماهير الزمالك بتصدق الكلام ده وماشيه ورا الكلام ده وبتصدقه، فعشان كده الزمالك ماشي للخلف. لكن الزمالك لو بيدور على اخطائه وبيصلحها مش هيحصل كده. ده في كلام عفت نصار اللي قاله، ارجع لكم معلش المقطع اللي فات، بيقول لك كهربا بيطلع في الاعلام اكتر من الشيخ الشعراوي. والنبي ده كلام يتقال من راجل يعني محترم المنصة حتى اللي هو قاعد عليها؟ يطلع يتهكم ويقول لك كهربا بيطلع اكتر من الشيخ الشعراوي في التلفزيون؟ ما هو ده اللي تعبكم من الاهلي ولاعيبه الاهلي. اي لاعب بيلعب في الاهلي بيبقى نجم، يطلع في التلفزيون ويعمل اعلانات ويعمل كل حاجه، نجم. يقول لك هو في لعيب يبقى اسطوره واحسن لاعب في مصر في شهرين؟ لا يا حبيبي، هو كان لعيب وهو عندكم برضو، بس انتوا ما كنتوش عارفين تستخدموه وما كنتوش عارفين قيمته، وعشان كده بعتوه لميتلاند. ولما رجع من ميتلاند رجع اتدرب في الزمالك وانتوا سبتوه ما خلصتوهوش. اما الاهلي راح خلصه واشتراه. تطلعوا انتوا بقى حجاجكم ايه؟ ده كوبري، ده اسانسير، ده مش عارف ايه، كل الحجج الخايبه اللي الزملكاويه واعلام الزمالك بيعلقوا عليها شمعتهم. نرجع للمقطع الاخراني بتاع عمرو اديب. عمرو اديب قال لك بصراحه انا احب الاولادي اللي احسن، يعني عايز اولادي يبقوا احسن مني، فعشان كده هم طلعوا اهلاويه. انا كنت عايزهم زملكاويه عشان يدوقوا المرار اللي انا فيه. ما تغير يا عم. حماية قال لك انا كنت زملكاوي، واول ما لقي العمليه كده قال لك انا مش ناقص ضغط وسكر، راح محول. غير يا عم عمرو. وبعدين دلوقتي انت لا بقيت اهلاوي ولا زملكاوي، انت بقيت نصراوي واتحداوي، انت بقيت سعودي دلوقتي. وكده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. شكرا لكم يا جماعه، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. سلام عليكم.